السلام عليكم. أهلا بيكم يا أحلى ناس بتسمعني وأنا بفرح جدا بالتعليقات بتاعتكم. عايزة أقول لكم حاجة قبل ما نبدأ. في لحظات معينة في حياتنا بنحس إننا مش عايزين نبدأ من جديد بعاصفة، ولا نعمل نقلة كبيرة، ولا نتغير فجأة. ساعات بنبقى محتاجين نلتقط بس أنفسنا، نوقف الدنيا شوية ونسمع صوت هادي بينادينا من جوه، بيقول لنا اهدي وارجعي لنفسك واحدة واحدة. التعافي مش سباق ولا جري ولا حاجة كده بتصرخ جوانا. التعافي ممكن يكون زي فنجان شاي بالليل بالنعناع، مع الهدوء كده ودفى ونفس ياخدك بعيد عن الزحمة اللي جوه دماغك والدوشة اللي جواكي. النهاردة هنتكلم عن التعافي الهادئ، مش التعافي اللي الناس بتسقف له فجأة، لكن التعافي اللي محدش بيشوفه، اللي بيحصل جواكي في صمت، وبيثبت كل يوم إنك أقوى بكتير مما كنتي فاكرة. يلا نقعد مع بعض، نرتب الكلام، ونفتح باب صغير لدنيا جديدة جوه قلبك. يعني إيه التعافي الهادئ؟ التعافي الهادئ هو إنك بترجعي لنفسك بدون دوشة، بتلمي روحك حتة حتة، بتصلحي اللي اتكسر جواكي من غير ما حد يعرف. ولازم تكوني اتوقفتي عن لوم نفسك وجلد ذاتك، وتسمحي لجزء صغير فيكي إنه ياخد وقته. مش شرط تكوني بتضحكي ولا مبسوطة ولا متصالحة 100%. التعافي الهادئ هو إنك لسه بتتوجعي بس بقيتي فاهمة الوجع جاي منين بالظبط. هو خطوات صغيرة اللي ممكن محدش ياخد باله منها، بس انت عارفة انها بتغير فيكي حاجة كبيرة قوي. ودلوقتي هقولك على علامات انك بتبدأي فعلا تتعافي بهدوء. بقيتي مثلا بتفرضي آم، مش بتفرضي، بقيتي بترفضي اللي بيأذيكي حتى لو برقة، لان انت رقيقة وجميلة طبعا. بقيتي بتسألي نفسك انا محتاجة ايه، مش الناس محتاجة مني ايه. صوت جلدك لنفسك قل كتير، وبقى صوت العطف والرحمة أعلى. وبقيتي بتتعلمي تقولي لأ. بقيتي بتسيبي المواقف ومشاعرك كلها مكانها من غير ما تشيليها على كتفك. ومش لازم علامات كبيرة. أوقات كمان التعافي الحقيقي هو إن يومك يعدي من غير دموع، أو إنك تنامي بدري في سلام، أو إنك تاكلي أكلة بتحبيها، أو إنِّك ترجعي تسمعي أغنية زمان كانت بتوجعِك وتلاقي نفسِك إيه ده، أنتِ مش مقصّرة فيّا. ليه بقى هنقول إن التعافي الهادئ أهم بكتير أوي من التعافي السريع؟ لإن التعافي السريع عادةً بيكون رَد فعل للهروب، محاولة لإثبات إنِّك كويسة مش أكتر. لكن التعافي الهادئ بيعلّمِك الصبر، الحكمة، إنِّك مش محتاجة حد يشوف قوتِك، وإنِّك مش محتاجة تباني قوية علشان تبقي قوية. والأهم بقى من ده كله يا جميلة، إنه بيعلّمِك تصوني نفسِك، تحصّني قلبِك، وتعطي روحِك وقتها على الآخر. التعافي الهادئ مش مجرد شفاء، ده نضج. ودلوقتي هقولك خطوات بسيطة قوي هتغير حياتك، أتمنى تتقبليها مني. اقبلي إن مشاعرك مش ماشية على مزاجك، يعني مش لازم تتصالحي مع كل حاجة فورا. في جراح كده بتاخد وقتها وده طبيعي. خليكي مع الإحساس الطبيعي اللي بياخد وقته، واوعي تعملي كنترول وزد. قللي الضوضاء، مش لازم تسمعي كل رأي ولا كل مشكلة ولا كل شخص محتاجك، انتي أهم. روتين صغير كده للراحة من سنبلتك ليكي: شاي دافي، نوت بوك تكتبي فيها اللي انتي بتحبيه، 10 دقايق صمت كده وتشدي الفيشة وتقعدي مع نفسك، أو مجرد وقفة كده عند شباكك الجميل وتتنفسي. الروتين البسيط ده بيقول لجسمك وروحك أنا شايفاكي ومش هسيبك. سامحي نفسِك على اللي فات، مش لإنِّك غلطتِ، لأ، لإنِّك إنسانة. خلّي علاقتِك بربنا سبحانه وتعالى هادية مش ثابتة. مش لازم عبادات كتير، لكن علاقة من القلب للقلب، دعوة صغيرة قبل النوم كافية تهدّي الدنيا كلها. التعافي الهادئ بقى بيعمل إيه فيكِ؟ ده بيطلّع أفضل نسخة منِّك من غير ما تحسّي، بيرجّع لِك لمعة عيونِك، بيخلّيكِ أرقى وأهدى وأعمق، وبيقرّبِك من ربنا بشكل مختلف، من غير خوف، لكن بحُب، حُب كبير جدًا.
بيخلّيكِ تعرفي قيمة نَفْسِك، مش من كلام الناس، لأ، من إحساسِك اللي جواكِ. التعافي الهادئ بيخلّيكِ تحبّي نَفْسِك بجد، وتفهمي إنِّك مش محتاجة تكوني كويسة طول الوقت، أنتِ محتاجة بس تكوني صادقة. يا حبايبي يا حلوين بقى هاقول لكم على آخر حاجة في حلقتنا النهارده، التعافي مش رحلة لها وقت محدد ولا محطة نهائية، التعافي رحلة، رحلة طول العمر إحنا بنجربها، لإننا ببساطة بنتخبط ونقوم ونتوجع ونقع وبنطيب وبنرجع تاني نتعلم من أول وجديد من أي موقف حصل لنا. اوعي تستهوني بالخطوات الصغيرة اللي بتعمليها، واوعي تقللي من نفسك أبدا، واوعي تفتكري إنك مش بتتقدمي، لأن تقدمك الهادئ ده بطء. أيوة أنا معاكي، بس حقيقي هيجيب نتيجة سحرية. عارفة، عايزة أقولك على حاجة كمان، إن ربنا سبحانه وتعالى شايفِك وشايف مجهودِك، شايف محاولاتِك اللي ما حدش بيعرفها، وكل خطوة هادية في طريقِك ربنا هيعوضِك بيها خير كبير أوي، خليكِ واثقة في ده. اهدي وكملي واستمري، وافتكري إنِك تستاهلي السلام وتستاهلي الراحة وتستاهلي حب كبير جدًا، وأول واحدة فيهم حبِك لنفسِك. سؤالي ليكِ قبل ما أسيبِك، إمتى آخر مرة حسيتِ إنِك بتتعافي بهدوء؟ وإيه أكتر عادة صغيرة حسيتِ إنها ممكن تساعدِك فعلًا إنِك تلاقي نفسِك من جديد؟ وأشوفِك في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.